السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة، وصفة من وصفات الكافيهات. يمكن الوصفة دي من الوصفات اللي اخدت ترند او شهرة في الفترة الاخيرة. هنعمل مع بعض طريقة عمل القشطوطة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقول لك على المكونات الاساسية اللي فيها. الوصفة معانا من الوصفات السهلة جدا، لكن بتدي شكل قيم جدا وطعم في منتهى الجمال وكمية حلوة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو ونشوف عملنا وصفتنا النهاردة ازاي. مبدئيا كده معايا 6 بيضات، عليهم نص كيلو من دقيق سبونج جاهز، دقيق الترط. بضيف على البيض معايا ذره كده من الفانيليا، تقدري تحطي فانيليا سايله او فانيليا بودر. وكمان معايا معلقه من محسن الجل ونص كوبايه من الميه. احنا مبدئيا كده بنعمل مع بعض طريقه السبونج الجاهز اللي بتعملي بيه التورت والجاتوهات. هي دي الاساسي معانا في وصفه القشطوطه النهارده. تقدري تعمليها باي طريقه تانية. السبونج البيتي ناجحه معاكي، تطلع معاكي مظبوطه، لكن انا حبيت اختصر عليكم الموضوع واخلي الوصفه معانا تكون سهله واسرع اكتر. ببدا ان انا بعد ما بضيف معايا البيض والمحسن والفانيليا ونص كوبايه من الميه وذره من الملح وشويه بسيطه كده من الخل، وببدا اضيف معاهم نص كيلو دقيق الاسبونج الجاهز. دقيق الاسبونج بيكون عليه السكر وما بيضافش ليه اي ماده دهنيه. ببدا ان انا اقلب كده معايا الاول قبل ما اضيفه، قبل ما اشغله في العجان. وبضيف معايا ذره بسيطه كده من الملح، نسيت اضيفها معايا على البيض. وزي ما انتم شايفين شويه بسيطه كده من الخل علشان زفرت البيض معايا. باخد معايا وصفه الاسبونج وببدا ان انا اضربها كده معايا كويس في المضرب لحد لما يعني تزيد معايا وقوامها يرتفع بالشكل ده والحجم بتاعها يتضاعف. معايا كده اي قالب مستطيل او بيضاوي، سواء بايركس او ألمونيوم على حسب الموجود عندك، وتبداي ان انت تضيفي فيه خليط الاسبونج. طبعا الاسبونج ده خليط النص كيلو هضيفه هنا على صينيتين. تقدري تعمليه في صاج كبير 30 في 40، هتعمليه برضو في صاج واحد بس، لان انا مش محتاجه سمك وصفه الاسبونج تكون عاليه قوي. انا عايزه الاسبونج يكون يعني ارتفاعه متوسط. ببدأ ان انا اسوي معايا كده الصينية. طبعا الصواني بتحطي فيها ورقة زبدة علشان خاطر لما تيجي تقلبي الاسبونج تكون سهلة معاكي، وكمان ما تاخدش لون من تحت. بتدهني معاكي ورق الزبدة، وبعد كده بتدهنيه بده فرشة كده من الزيت، وبعد كده بنضيف معانا السبونج. وببدأ ان انا اعمل كده بالخلة لما اطلع منه الهواء او الفراغات علشان ما اخبطش معايا السبونج ويطلع منه كل الهواء الموجود فيه. انا محتاجة الهواء اللي بيكون موجود في السبونج ده عشان هو اللي بيدي معايا الهشاشة والارتفاع الحلو معايا في السبونج. في الوقت ده انا بكون مشغلة معايا الفرن على درجة حرارة 180، وبحط معايا السبونج يستوي معايا لحد لما يوصل لدرجة التسوية المظبوطة. ببدأ هنا ان انا اجهز معايا الخليط اللي هنسقي بيه معانا السبونج. معايا كده شوية من اللبن الحليب، يعني كوبايتين تقريبا من اللبن الحليب. ببدأ ان انا اضيف معاهم معلقتين من الكريم الباستري ومعلقة من الكريم شانتيه وكوباية من السكر البودرة، ومعايا كمان شوية كده من الكريمة اللباني. وابدا ان انا اخفق معايا الخليط ده كويس. تقدري تعمليه بالمضرب او تقدري تعمليه بالخلاط او بمضرب يدوي عادي. المهم ده الخليط اللي انا هضيفه معايا وهسقي بيه القشطوطه. لو عندك لبن بودره تقدري تضيفيه. هبدا كده تاني بعد ما عملنا الخليط التسقيه اللي هنسقي بيه السبونج. هبدا ان انا اعمل معايا كده طبقه الكريمه. معايا كده كوبايه ونص من الميه المتلجه، ومعايا كمان نص كوبايه من السكر على حسب الرغبه. وبعد كده لما بدوب السكر الحبيبات في الميه ببدا ان انا اضيف معايا ربع كيلو من كريم شانتيه، وبضيف عليه معلقه كده من الكريم باستري علشان يدي غناوه وطعم حلو معانا في الكريمه. وتقدري تضيفي كمان شويه كده من الكريمه اللباني لو موجوده، مش موجوده خلاص تقدري ان انت تكتفي بالخليط ده. وتقدري كمان تضيفي لو عندك لبن بودره تقدري تضيفي معلقه عليه. انا اللي ضفته هنا هو الكريم باستري، بيدي طعم حلو قوي معايا على الكريم شانتيه وكمان الكريمه اللباني. ببدا ان انا اخلط معايا الخليط كويس لحد لما حجمه يتضاعف ويوصل للقوام اللي انتوا شايفينه. بحطه معايا في التلاجة، وفي المرحله دي بكون خلاص الكيكه معايا بردت
ببدأ ان انا اسقيها بخليط التسقية، بحطه في اي عبوة كده اقدر ان انا اسقي بيها الخليط كويس. طبعا القشطوطة بتكون من الوصفات اللي لازم تكون فيها نسبة الخليط او التسقية بتاعتها عالية علشان تبقى نفس الطعم ونفس الشكل اللي بتجيبيه من بره. بتكون طرية كده وجوسي من خليط التسقية. بعد كده ببدأ ان انا افرد معايا الكريمة وبسويها وبحطها تسقع معايا في التلاجة شوية. بعد كده ببدأ ان انا اعمل عليها خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه علشان تطلع بالظبط شبه القشطوطه اللي بنشتريها من بره. عندي مكسرات مجروشه خشن شويه ببدأ ان انا اضيفها معايا. كمان عندي بسكوت لوتس مفروم بضيفه كمان، وتقدري تضيفي كمان اي نوع بقى تزيين عايزه تحطيه. تقدري تحطي مربى فستق، تقدري تحطي نوتيلا، تقدري تحطي مربى حليب، يعني على حسب المتاح عندك. انا حطيت مكسرات وحطيت صوص شوكولاته وكمان حطيت معايا بسكوت اللوتس المجروش وصوص الكراميل. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة سهلة وحلوة وكمان مش مكلفة ابدا، يعني مكوناتها بسيطة. تقدري كمان تستغني عن المكسرات وتضيفي اي نوع اضافة سهلة وبسيطة. يعني المكونات كلها مجرد ان هي دي اسبونج سهل، وكمان الاضافات الكريم شانتيه، وكمان الصوصات اللي تقدري تحطيها عليها. بتمنى وصفه النهارده تعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.